هي تبليغ الدين إلى عباد الله عز وجل، وهي منهج الأنبياء، وظيفة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. إمام الدعاة ورسولنا صلى الله عليه وسلم قال له ربه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بل إن أعظم وظيفة وأشرف وظيفة للإنسان في الحياة هي الدعوة إلى الله. قال سبحانه وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان هو إمام الدعاة عليه الصلاة والسلام، وأخبرنا بمنهج الدعاء حتى يقول بلغوا عني ولو آية. ويقول صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مني مقالة فوعاها فأداها كما سمعها. انطلق أصحابه وانطلق السلف الصالح يدعون إلى منهج الله، هذا بالتلاوة والقرآن، وهذا بالحديث، وهذا بالتفسير، وهذا بالفتية، وهذا بالمواعظ، وهذا بالخطب، وهذا بالشعر والأدب. فكانوا دعاة بحق، ولذلك شرف الله شأن من يدعو إلى سبيله وإلى منهجه. حتى ورد في السنن أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله وملائكته يصلون والنمل في بيتها والحوت في الماء يصلون على معلم الناس الخير، الذي يعلم الناس الحكمة، يعلمهم الخير، يفتيهم، يعلمهم الدين، يعلمهم الحق، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، يصلي عليه الله في عليائه. والملائكة حتى تدعو له وتستغفر له. تصور المشهد، حديث صحيح هذا صحه النووي غيره، تستغفر له النملة وهي في بيتها، تستغفر لمعلم الخير الذي يلقي موعظه صادق، يقول كلمه صادق، يقول وصيه صادق، نصيحه صادق مخلص، يفتي بفتوى صادق. تستغفر الحوت في الماء، تتقلب الحوت السمكة تستغفر له. هذا خلق الله يسخرها لمن يشاء. هل هناك أشرف ممن يدعو إلى المنهج الرباني؟ يقول بوصيري بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم. لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم. فسار أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى أذكر كلمة للأديب الفيلسوف أبي عبد الرحمن بن عقيل الظاهري، أبو عبد الرحمن وفقه الله، يقول ذهبت رحلات الدعوة المتماوجة والقوافل الدعوية في الشرق والغرب. ويقول الطنطاوي أن انقسمنا فرقتين من عند الصفا، فرقة من المسلمين يعني الأوائل مشرقة إلى سور الصين العظيم ترفع لا إله إلا الله، ترفع المبدأ الحق المشروع الرباني، وفرقة أخرى غربت ذهبت إلى نهر الراين في غرب أوروبا. هؤلاء السلف همهم أن تكون كلمة الله العليا، مثل ما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية إن الدعوة هي العلم بالحق والرحمة بالخلق. هذا تختصر 20 محاضرة. العلم بالحق الذي هو الوحي، والرحمة بالخلق. ولذلك بين الله سبحانه وتعالى آداب الداعية فقال ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. ويقول لرسوله صلى الله عليه وسلم لست عليهم بمسيطر، أنت ما تملك تسيطر العقول وترهب الأرواح، ما عندك عصا ولا كرباج ولا سلاح، أنت بالحكمة بالكلمة الطيبة ادفع بالتي أحسن وقولوا للناس حسنا. بل أنه قال سبحانه لرسوله ونبيه وهو يمدح منهجه ويزكي طريقته فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. ويرسل الله سبحانه وتعالى موسى وهارون فقال لفرعون وقال فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فيلسوف الإسلام وشاعر الإسلام في العصر الحاضر محمد إقبال، الدكتور محمد إقبال، يقول للداعية أنت كنز الدر والياقوت في لجة الدنيا وإن لم يعرفوك، محفل الأجيال محتاج إلى صوتك العالي وإن لم يسمعوك. سافرت مع إخواني ما يقارب 40 دولة ورأيت أن الحاجة الماسة للدعوة إلى سبيل الله، وأهم شيء في الدعوة التوحيد. لا تقول موضوع آخر، لا تحدث الناس. الآن ترى الناس فاهمين ترى الفكر وفاهمين السياسة وعارفين مسألة الاقتصاد وعندهم في الطب، لكن المسألة الكبرى التي ركز عليها القرآن واعتنى بها واهتم بها والسنة العقيدة التوحيد، العقيدة التوحيد. حتى يقول سبحانه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه رسالة الأنبياء. كل نبي يقول ما لكم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. لماذا نذهب يمين ويسار؟ ولماذا نترك الجادة؟ لماذا نترك الخط المستقيم؟ لماذا نترك القضية الكبرى؟ لماذا نتغافل عن أصل الأصول؟ التصحيح العقيدة. اكتشفنا أن في بعض الدول الإسلامية والله رأينا أضرحة عند مساجد يتبرك بها، أضرحة ضريح يعني قبر يتبرك به، هذا شرك أكبر. ورأينا عجائز يطلبون الشفاء والعافية من صاحب الضريح، ورأينا النساء تطلب الذرية من صاحب الضريح.
هذا أحد الباحثين دكتور ألف رسالة قديمة عام 1965 عن الخطابات التي يعني تهدى أو ترسل إلى ضريح الإمام الشافعي، يعني قبر الشافعي في مصر. يقول جمع 60,000 رسالة، منها رسائل تطلب من الشافعي في قبره الذرية، تطلب الغيث، تطلب النجاح، تطلب قضاء الدين. سبحان ربي، هذا هو الشرك الأكبر. ما الفرق بين هؤلاء وأبي جهل وأبي لهب؟ فينبغي علينا نصحح عقيدة الناس يا إخوة، أن نبدأ بالتوحيد. الدعوة بدأها الصحابة رضي الله عليهم يشرحون لا إله إلا الله للناس، يشرحون أشهد أن محمد رسول الله، يشرحون المبادئ الحقة لهذا الدين العظيم، يجلون صورته، يتفانون في ذلك. تركوا الأهل، تركوا الوطن، تركوا الدار، تركوا العشيرة، أنفقوا أموالهم، أنفقوا دماءهم، أنفقوا أرواحهم، بذلوا الغالي والرخيص والنفس والنفيس لتكون كلمة الله العليا. يقول الشيخ ابن تيمية في المجلد 28 من الفتاوى الطبعة القديمة إن الدعوة يعني احتساب، يتكلم عن الحسبة، هي أن تكون كلمة الله العليا، وأن يكون الدين كله لله وتعبيد الناس رب العالمين. هذا هو الصحيح، هذا المنهج الداعي. ما في أسباب أخرى يأتي الناس يقول لا، المقصود أن نجعل الناس موحدين مؤمنين بالله طيبين، يعني يمتثلون أمر الله ودين الله. تبليغ الإسلام وتبليغ الآيات والأحاديث، الآيات البينات والأحاديث الصحيحات التي صحت عنه صلى الله عليه وسلم. ولا نتكلف في دعوتنا، ينبغي علينا ألا نرهق الناس. نهى صلى الله عليه وسلم عن التكلف، يقول هلك المتنطعون والمتعمقون والمتفيهقون. لا نتشدق ونتكلف. الفلسفة لا تدخل في الدعوة يا إخوة. حتى الشاطبي وابن تيمية وغيرهم أنكروا أن تكون الفلسفة جزء من الشريعة، خلاف لابن رشد سامحه الله الفيلسوف ابن رشد، حتى لو كتاب يعني الاتصال ما بين الحكمة والشريعة، يعني الفلسفة، ورد عليه العلماء. لا، ديننا سهل، ديننا ميسر، ديننا آية وحديث، ديننا نص شرعي، ديننا وحي سماوي رباني. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: من كان مقتديا فليقتدي بالميت فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أبر الناس قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. هذه الجمل الثلاث تبين لك منهج حكاية السلف في الدعوة. أبر الناس قلوبا الصحابة، يعني إخلاصا وصدقا لله سبحانه وتعالى وتقوى وطهارة. وأعمقها علما، فإن علم الصحابة علم سهل ميسر لكنه عميق في معرفة في يقين. وأقلها تكلفا، ما عندهم مثل ما عند المتأخرين فنون كثيرة وكلام طويل وفلسفة وثقافات، ويسمون مفكر إسلامي ومثقف إسلامي وفيلسوف إسلامي، وهو لا يحفظ أحيانا حديث ولا يعرف الحديث الصحيح من الضعيف، ثم يدخل هذه الفلسفات والأفكار يسميها دعوة. لا، الدعوة قال الله وقال الرسول عليه الصلاة والسلام، كما كان مالك وأحمد والبخاري وأبو حنيفة والشافعي والثوري وابن تيمية والأوزاعي وأئمة الإسلام. هذا هو الدين السهل الميسر، أولئك الذين هداهم الله فبهداهم مقتدي. اسلك هذا المنهج في توصيل الدعوة. كانوا لا يتكلفون، إنما كانوا ميسرين مسهلين، كما قال صلى الله عليه وسلم: بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا. غفر الله لي ولكم وجعلنا وإياكم دعاة إلى الحق مهتدين هادين غير ضالين ولا مضلين ولا مفتونين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وجزاكم الله خيرا.